المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة لرضا الله سبحانه وتعالى ولشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والأولياء والصالحين. ثم إلى أرواح أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنهم وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى كتب رباني والعارفين ثم دين سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز الأروسي وعما سماني الكريم المدني. ثم إلى حضرة الشيخ جاسم الشاري مرسل الشيخ النووي البنتني رسول الشيخ أبو جديد جدا. بسم الله رسول الشيخ حبيب عبد الله العلوي محمد الحداد صاحب الراتب لا رسوسان الشيخ عبد الرحمن كم بيجي ganjur لا رسوسان كي هجي أهلين كي هاسم سمي لا رسوسان كي هجي مواد هاسمين ونجي سواعي لا رسوسان كي هجي أسمت وتوامين سمي لا رسوسان كي هجي معشر الجامسة لا رسوسان كي هجي البسارب وتوبين سمي لا رسوسان كي هجي عبد الرشيد هجي أحمد لا رسوسان قرص أيمن وتكن دتمي لا رسوسان هجي نور حسن الجايمين إلى أرواح العلماء تجانجر رسولهم وفروهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وآلنا وخالاتنا وأبنائنا وبناتنا ولقرابتنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولأهل ودنا وود آبائنا. ثم إلى أرواح جميع أهل قبور قرية مكان جنجر وأهل قبور جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها من لا دائر لهم ولا هادي لهم. ثم إلى أرواح أهل قبور صاحب البيت وأهل قبور الحاضرين والحاضرات وأصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة أرواح جميع أهل قبور سوسن الروح فاجي مسعيد هجي دايرا لا رسول هجي روكيا هجي هجي أمسير لا رسول ربو أجاز سعادة محمد سعيد لا رسول هجي نين هجي دايرا هجن وعده بنت هجي لمن لا رسول نبور هجي إساما لا رسول هجي مهير بن هجي دايرا لا رسول نبو فاطمة تجي مسلم لا رسول هجي الياس هجي دايرا Ibu Ajalami binti Haji Bongking la rususan Ibu Jainab binti Haji Dairan Haji Abdul Ghani binti Haji Dairan la rususan Haji Raminah
لا رجل دير فتن سبر مطعبة بنت بلد لا رصاص نبو خديجة ودخير مدارو يسوس نجبان من جديران أجا سامة بنت أجني ربي رسول بابا جمسا سرملih لا رصاص sejasa pura naji sahabat la rawan rajibin haji wa abu marusun aslah jawan mitnat nasih la rususan salahan wa mu'min la rususan Muhammad Ghazali Muslimah Fatimah jaji muslim rela untuk syukur ila arwah jamaah birrul walidain wa usulihim wa furwahim syai' lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للسلامة والبركة والصحة والعافية للشفاء رضا إليه سبحانه وتعالى لطول الأمور لدفع البلاء لدفع المصيبة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولأحبابنا ولأزواجنا ولذريتنا ولأهل بيتنا وأولادنا ولبناتنا ولجماعتنا ولأصحابنا ولقرابتنا ولأساتذتنا ولأساتذتنا ومعلمينا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون آية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون آية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا
والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال 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 والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين يا قوي يا متين اكفني شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرمه إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع سادتنا آل أبي علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لسيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بأن الله يجيز المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح أئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة بأن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يكفينا وإياكم شر الظالمين وشر المؤذين وشر الحاسدين وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله به ورسوله والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين في خير وعافية أن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ابعث ثواب هذه القراءة لأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل القبور الذي أجمعتكم أسماءهم وأهل القبور من الحاضرين والحاضرات وأهل القبور صاحب البيت. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلنا الجنة مثواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفر من غفر النيران. اللهم أنزل رحمه وغفره نعمة وشفاعة علينا وعلى أهل القبور إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلنا الجنة مع الأولياء والآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تبك ستر عنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله رضا يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله. إن شاء الله أستغفر الله تعالى من ذنوبي كلها سرها وجارها وصغيرها وكبيرها وأتوب إليه توبة نصوحا. قبل الله منا ومنكم وتقبل اللهم يا كريم. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi baca semua baca. Huwar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudillus Sami'ul Basirul Hakamul Adl Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabir Al-Hafidul Muqit Al-Hasibul Jalil Al-Karimul Rakibul Mujib Al-Wasi'ul Hakimul Wadudul Majid Al-Ba'isul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان الحمد لله القائم الأولين الآخر البقيع التأولين ثم صلاة وسلام سندا على النبي خير من قد ولدا وآله وصحبه سبيل دين الحق والمعتدي وبعد فنبيه وجود الغريبة بوجه الله عشر شفاء والله قدر الله قادم التأكيد يخالف الخلق بالإطلاق وكريم غني وواحد وهاب ومن مريد عليم بكل شيء والمتكلمون له صفة سمعان تتهم فقطرة إرادة سوى النصارى حياة للمولى وجائز
اسمهم كسائر الملائكة وجبال وفضال الملائكة ومستهل جئت كل واجب فقد 50 بهم بواجب تفسير 25 الذي كل مكلف فاك وطني هو له به صدور ما صار إبراهيم كل مرتبى وارتبى إسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى وعيسى ركب داود إلياس يونس زكريا عيسى وطه خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام وآله ملكات الأيام والملك الذي بالعرب وهو أهل الشفاء ونوال تحسين وزير ومجبريل بك الإسرائيل وإسرائيل والملك ورقيب وكذا الملك الولد ومهتدى البعد بكون وبكسرها صارت مسابيح تنزلها تأكل دهدا وينزل على إسوى القانون خير الملا وصاب الغريب وكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى رسوله فأكون تسليم وقبول لمن تبعه بغير وجه وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر بك وجبي يفعل مكلف بواجبي نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة ومدنا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف ينتسب وأمه أمينة زرية الله حليمة السدية مولده في مكة الأبينا وفقوا بطيبة المدينة أتم قوله يا أربعين وعمره قد جاوز 60 وسقط أولاده فمنهم 3 من الذكور قاسم وعبد الله وهو طيب ودائر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 وخمسين وليجة و4 من التي تشكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة زهراء بلها علي وابنهم سلطاني فضلهم جلي فزينب وبنها رقية وأم كلثوم زكفني أتسيني وتوامة مصطفى خير نباتا نبي المصطفى علي شباب وحفصة وساونة صفية ميمونة رملة زينب كذا زهيرية للمؤمنين أمهات
همه وعدس كذا عمته صافية ذات اغتداء وقبل هجرة النبي الإسراء بمكة الليلة بقدس يرى وبدأ طائر رجل السماء حتى رأى النبي رب كلما من غير كيف وانصاد وافترت عليه 5 مفترات وبلغ الأمة بالإسراء وقد 5 بلا اقتراء قد سيدكم مستبك له وبالعروض سلك وفأله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سلك ميسرة تهذيب تلك أمد المرتوكين ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير ما قد علم والآل والصحب من كل مرشد وكل من بغير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بأجل اشتغل أبيتها ليس بعقل جمل تاريخها لي هي غير جمل سميتها عقيدة العوام بواجبها في دين التمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى حضرته إمام الجليل Syekh Abdullah Rahman Nadibai wa ila haluti Syekh Muhammad Miyadi bin Syekh Muhammad Amin Al-Bandani wa ila haluti Kiai Abdullah Naim bin Kiai Muhammad Naim wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah yataghassaw mirahum wal maghfirah wa yaskinu wal jannah wa yahtimu lana wa lakum bil husna bi khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي بلغ الوسيلة صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي وصى بالفضيلة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضاني الصحابة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضاني سلالة يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي وارضاني المشايخ يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي
صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واغفر لكل مجرم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب بلغ ما رسوله رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغ ما رسوله صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب تشفى بنوره يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب واصلح كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب نعتق بالمشافى صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام وعليك سيد الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المالي السالم عالم الكائن والبائن والزيل والذاهب يسبح الافل والمائل والطارئ والغارب ويوحده النتيق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدل ساكن ويسكن بفضل ضارب. لا إله إلا الله. حكيم أجعل بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعجما وعضدا وعلقا ولهما وجلدا وشعرا بنجم معتلف متراكب مما يلفق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم وسط لخلقه بساط كرم والموائب ينزل في كل ليلة إلى السماء دنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة يرفعني له المطالب. فلو رأيت الهدى وقياما الأقدام وقد جادوا بدموع السواكب والقم بين نادم والتائب وقائب لنفسه وعاتب وآبق من الذنوب إليه حارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار ذيول الغيائب. فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو غائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجدنا على نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين الذي وأرد فخره على الذي وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأنبياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم قال آدم به أنيل على المراتب. قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الآل والأقارب. قيل وإبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل وموسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل وعيسى
قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك الحاجب إلى فمناد الحبيب الكريم الذي ألبسته لة الوقار وتوسته بتيجان المهابة والافتخار ونزلت على رأسه العصائب قال هو نبي استغلته من لعي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم أبوه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله على الكواكب على من غير ما ركب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مواكب النجايب أنا هادي تراب بالحبائب فهذا سر عطف الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير مواكب النجايب أنا مطرها وقد فاتته طاعة وسالت بمدافعها سائر صلاة الله كواكب على مد خير مركب النجايب وملت للهما طربا وهنا إلى تلك المعالم والملائك صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير مركب النجايب أنا تزمى زمام ولا تسوقها فقائد شوق أهل الرجال صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير مركب النجايب سماكك بدا وهذه كباب الحي لاحت والمضاري صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير مركب النجايب وتلك القبة الحضراء وفيها نبي نوره يجل الغاية صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير مركب النجايب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمواكب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير مركب النجايب دعم الآن والأصحاب طرا جميعهم وعترته الأطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير مركب النجايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب أحمده على ما مناها من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجم والعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأولي المآثي والمناكب صلاة والسلاما دائمين متلازمين ياتي قائلهما يوم القيامة الغير خائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإراده الحديثين وراد النبي كان قدره عظيما ونسبه الكريما وصراطه المستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فغاذني حرام ولا تعلنوني فعاذني حرام دعوني أناجي حبيبي ولا تعذروني فعاذني حرام
أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا عون الغريب يا عون الغريب يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه فاحتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد محط بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا وسلم نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فتبت النور
يا إماما كمل أتيني الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita ikuti bacaan Ratibul Haddad dan dilanjutkan bacaan Tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita baca kita sampaikan kepada ahli kuburnya diterima oleh ahli kubur kita semua, dan baca tarawih kita mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Para jamaah hadirin sekalian, sebelum guru kita menyampaikan pelajaran, kita dengarkan sambutan atas nama tuan rumah kali ini kepada Bapak Narman atau yang mewakili, padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Yang saya bersama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Jelani, Pak Ustadz Samsul, Bapak Ustadz Iskandar, Bapak Ustadz yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari yang cukup cerah ini. Biasanya kita turun hujan setiap ini. Alhamdulillah pada malam ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini, walaupun tempatnya sederhana, tempatnya ngumpet seperti ini, tetapi tidak mengurangi hikmat kita datang ke tempat pengajian ini. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari yaumil kiamat nanti, dan kita menjadi pengikutnya sampai akhir kiamat. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan para guru, para ustadzah dan para karang taruna yang sudah mensukseskan acara ini. Saya tadi baca di YouTube ini bahwa pengajian ini namanya Birrul Walidain, gitu ya Bang Samsul, Ustaz. Nah, ini Birrul Walidain itu namanya bagus, istilahnya bakti kepada kedua orang tua gitu kan, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini
sebagian besar di Karang Taruna ini mendapat hidayah berbakti kepada kedua orang tua seperti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan dalam hadis dan Al-Qurannya. Mudah-mudahan Bapak Karang Taruna yang hadir di sini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk jamuan saya mohon maaf sesuai dengan kemampuan saya seperti ini. Silakan dimakan Bapak dan Ibu. Ada kedai di Karang Taruna, silakan dimakan, diminum apa adanya. Kami hanya dapat menyediakan ini. Itu adalah kedatangan Bapak dan Ibu para Karang Taruna ini tentunya untuk mendapatkan ilmu nanti dari guru kita, ya, bimbingan nanti dijelaskan oleh guru kita, Pak Ustadz kita. Untuk selanjutnya saya rasa cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita dengarkan kalimat tasyakur dari tuan rumah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan, dihajatkan, dikabulkan oleh Allah SWT. Amin, amin. Mari kita dengarkan sepatah kata dari pengurus terima sekaligus mungkin pembimbing kita di sini pada Bapak Jailani. Padanya saya persilakan. Malam saya. Sehat RT. Alhamdulillah. Izin ya. Bang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang sama-sama kita menghormati dan kita muliakan guru-guru kita, Al-Ustaz Samsul Hidayat, Al-Ustaz Iskandar Zuhdi LC, Al-Ustaz Ahmad Haji Ahmad, Al-Ustaz Fakhrul Razi, para ustadz-ustadz yang lain, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu namanya, para orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat yang hadir, para remaja Karang Taruna, wabil khusus Sahibul Bait Bapak Narman beserta keluarga besar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini berketepatan di lingkungan RT 0504. Selawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama Ketua Lingkungan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran guru-guru kami, para orang tua kami, para remaja yang hadir pada malam hari ini. Tentunya kehadiran kita mudah-mudahan mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tentunya kami atas nama lingkungan RT 0504 tentunya berharap, karena akhir-akhir ini setiap minggu ya malah, jadi setiap minggu ini tawuran itu luar biasa. Tawuran, malah kemarin malam saya diinfoin itu ada tawuran lagi, ada warga kita Gang Amsar ya, kita belum tahu nih siapa nih yang masuk ya, tapi ya dengan adanya majelis taklim ini mudah-mudahan nih terutama Karang Taruna di RT 504 ya, saya berharap mudah-mudahan dengan ada wadahnya taklim ini. Dan sekedar informasi aja Bang Ustadz, nih alhamdulillah nih udah ada tempat sekretariat ya, sekretariat, tempat-tempat anak ngumpul, daripada dia ngumpul di jalanan ya, kita juga khawatir
mendingan dia ngumpul di sini. Jadi ini insya Allah buat tempat-tempat ngumpul anak-anak. Mudah-mudahan tempat ini barokah, ada manfaatnya dan gampang awasinnya juga gitu. Jadi orang-orang tua nyari-nyari anaknya ya nyarinya di sini, alhamdulillah. Jadi di sini insya Allah kita buat tempat sekretariat, tempat-tempat anak ngumpul. Mudah-mudahan anak kita sini ya mudah-mudahan nggak ngikut-ngikut tawuran gitu. Harapan saya seperti itu. Barangkali itu yang kami bisa sampaikan. Atas nama lingkungan mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang telah disampaikan oleh Gus RT 05. Mudah-mudahan program ini terus berjalan setiap bulannya di RT 05. Hadirin sekalian, mari kita ikuti pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita pada Ustadz Iskandar Duri. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil futuh wal munuh dafi'atan likulli syarr jalibatul khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyayikhina wa li muallimina, khusus li musannif fi hadzal kitab Asy Ahmad Marzuki Al-Masri Al-Maki Al-Maliki Sumil Asyid Muhammad bin Ali Al-Maliki wa usulihim wa furuhim, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa anna Allah yuda'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa uluma nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal istifadata wal ifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, akhusu fi dzikri sahibul fadilah wa sa'adah Ustaz Samsul Hidayat yang kami hormati, tuan rumah Bapak Narman, semua keluarga semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi keluarga, anak-anaknya, anak soleh dan solehah. Yang kami hormati Bang Haji Ahmad, Ustaz Wahrul, Pak RT kita Bapak Jailani, dan yang terhormat ada teman sahabat saya Ustaz Alfian Razi, Mas Said, kemudian ada juga Bang Saipul, kemudian Bang Ihsan, Bang Paki, Bang Asim, dan abang-abang yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga Allah beri kesehatan buat kita, anak-anak kita, keluarga semuanya. Allah beri keberkahan, kemudahan, kelancaran dunia akhirat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Al-faslu sadisu fil yawmil akhir. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala imanu nabi yawmin akhirin wajab wa kullu makana bihi minal ajab. Imanu nabi yawmin akhirin wajab wa kullu makana bihi minal ajab. Nah, pembahasan kemarin tentang kewajiban kita meyakini akan sesuatu yang gaib. Sesuatu yang apa? Gaib. Perkara gaib itu apa sih? Banyak. Termasuk malaikat. Kemudian apa lagi? Jin. Pocong harus percaya, Ustaz. Harus percaya sama pocong. Pocong juga gaib juga. Ada, Ustaz. Ada, itu mah jin yang berbentuk pocong gitu ya. Genderuwo. Kemudian apa lagi? Alam barzakh, alam akhirat, kemudian sorga, neraka, itu adalah perkara gaib. Dari perkara gaib apa aja? Al barzakh sudah kita bahas.
pertanyaan kuburan dan nikmat kuburan bagi yang orang taat dan azab kuburan bagi ahli maksiat. Kemudian yang keempat, yang ketiga, al-ba'su minal kubur. Yang ketiga adalah kebangkitan dari alam kubur. Nah, kita ini di fase yang kedua. Setelah kita matinya kita sebelum diciptakan, belum dilahirkan. Itu adalah fase yang pertama. Bahasanya kita tuh masih dalam alamul arwah. Kemudian sekarang kita ada alamul ajsad. Nanti kita kembali lagi alamul arwah lagi. Karena nanti ketika kita dibangkitkan, itu ruh kita yang akan dibangkitkan dan bersama dengan jasad. Kemudian setelah kita meninggal, kita akan didalamkan atau mengalami yang disebut dengan alamul barzakh. Sudah kita bahas ya, alam barzakh itu apa? Alam kubur. Di kuburan ada apa, Ustaz? Ada kehidupan. Di kuburan ada nikmat enggak? Ada bagi mereka yang ahli taat, ahli sholat, ahli ibadah. Itu adalah mendapatkan nikmat kubur, termasuk mendapatkan pahala atau amal jariyah. Ada istilah amal jariyah, doa-doa dari anak-anak soleh, ada juga sedekah jariyah, ada juga ilmu manfaat, ada juga doa-doa yang dikirimkan oleh saudara dan tetangga kita. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalau kita di masa hidup sering kita kirim Fatihah. Buat siapa? Buat guru-guru kita. Buat siapa? Para ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Saman. Kita baca Fatihah buat pengarang kitab nih, Syekh Ahmad Marzuki. Kita baca kitab kepada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita baca Fatihah buat Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Kita baca Fatihah buat Syekh, semuanya yang kita baca Asy-Syadili. Kila dikatakan oleh para ulama, ketika kita akan menghadapi alam barzakh, kita akan disambut oleh mereka yang dulu pernah kita bacakan Fatihah. Saat itu manfaatnya Fatihah buat kita apa buat mereka sih? Jawabannya buat siapa? Buat semuanya. Buat siapa? Buat semuanya. Yang membacakan, yang dibacakan. Jadi manfaatnya buat semuanya. Makanya kita jangan pernah ragu, jangan pernah kita itu merasa bimbang bahwa Fatihah yang kita baca, doa yang kita baca enggak sampai. Nyampe enggak doa kita? Nyampe enggak? Mana buktinya Ustadz? Apa buktinya? Mati sono. Ya, kalau mau bukti mati dulu baru bisa bukti. Kalau belum mati mah belum bukti. Lah Ustadz, kan kita belum mati, gimana buktiinnya? Ya udah mati dulu. Ntar kalau mati gak nyampe juga, iya berarti nasib. Iya, yang jelas kita sudah membacakan doa. Ya gak mungkin gak sampai. Ajaran guru-guru kita mas semua insya Allah sampai. Ini ada cerita nih. Tapi ini cerita dari kalangan orang-orang sufi. Diceritakan Syekh Izzuddin bin Abdissalam adalah seorang ulama pakar ahli qawaidul fiqh. Jadi beliau itu punya kitab Qawaidul Fiqhiyah. Dan kitab satu lagi yang terkenal kalau nggak salah ya Ashbah wan Nadhair. Ashbah wan Nadhair itu punyanya Syekh Izzuddin, punya Ibnu Taqiyuddin As-Subki sama punyanya Syekh Suyuti. Jadi Ashbah wan Nadhair itu banyak kitabnya. Beliau mengatakan nih, berwasiat kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, nanti kalau aku mati jangan bacain Fatihah. Jangan kirim saya Fatihah kalau saya mati. Tuh, itu wasiat gurunya. Wasiat guru, jangan kirim Fatihah. Tuh gurunya bilang gitu. Karena gurunya meyakini Fatihah tuh gak nyampe. Tidak sampai. Nah fatwanya beliau ini dipakai sama orang salafi. Orang-orang sebelah yang tidak percaya bahwa Fatihah itu sampai. Giliran beliau meninggal. Beliau meninggal. Itu malamnya santrinya semua muridnya didatengin sama beliau. Apa beliau sampaikan? Kirimin saya Fatihah, kirimin saya doa. Itu semua muridnya didatengin ketika tidur. Kemudian bangun dah tuh habis sholat subuh pada cerita, semalam guru ketemu saya di mimpi. Lah saya juga semuanya. Guru bilang apa? Mintain Fatihah.
mintain doa. Lah iya saya juga sama. Akhirnya setelah itu semua murid-muridnya kompak untuk membacakan Fatihah dan doa kepada gurunya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Tapi cerita yang ini gak dipakai sama orang Salafi. Nah kalau kita mah kan cerita yang mimpi dipakai, cerita kedua Imam B. Kalau kata Imam Syafi'i emang gak sampai. Sampainya gimana? Harus ditambah hadiyatan minna wasilah wa barakatan syamilah nuqaddimu ila hadrati. Nah, kalau Imam Syafi'i harus ada gitunya. Tapi kalau ulama Syafi'iyah enggak harus pakai hadiyatan minna wasilah. Pokoknya buat ilaruh sampai. Makanya orang-orang kita pada debat ya. Orang mau baca, kalau baca arwah mah kudu pakai baca wahbah. Gitu ya. Kalau baca wahbah kagak nyampe. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Syafi'iyah mau pakai wahbah kayak mau enggak, yang namanya Fatihah pasti sampai. Ya enggak usah berantem gitu mah. Yang mau pakai itu boleh, yang ini juga boleh. Ada yang ngotot harus pakai wahbah, ya berarti dia ikut madhabnya Imam Syafi'i. Nah kalau nggak pakai wahbah berarti ikut madhabnya Syafi'iyah. Apa Syafi'iyah itu? Pengikutnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Suyuti itu pengikutnya Imam Syafi'i. Tapi kalau yang wajib wahbah berarti dia ikut Imam Syafi'i. Terus yang benar yang mana? Ya benar semua, nggak ada yang salah. Ya kalau orang punya ilmu enak, ya semuanya pasti benar. Intinya bahwa yang namanya dibangkitkan kubur itu akan ada. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian Allah berfirman, "Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un." Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Semuanya kita akan dibangkitkan dari alam kubur setelah kita mengalami yang namanya alam barzah. Sekarang kita masih alamud dunia. Ya, proses kita masih panjang. Mati, hidup, mati lagi di mana? Di alam barzah. Kemudian dibangkitkan lagi, kemudian dikumpulkan di hasyar, kemudian di apa lagi? Di sirat. Bukan sirat, itu dulu mizan. Ditimbang. Nah ketika mizan nanti baru ada syafaatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatul usman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita dengarkan pelajaran dari guru kita. Tidak, untuk melengkapi kita dengarkan dari guru kita juga kepada Ustaz Alfian Ar-Raji. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Ala kulli hal, sebenarnya saya agak didorong oleh Ustadz Sahib Birrul Walidain. Saya ini agak didorong untuk maju gitu, jadi belum ada persiapan. Ala kulli hal, beliau tadi berbicara sedikit mengenai syafaat. Belum masuk ke bab syafaat, tapi sedikit menyinggung syafaat. Adapun syafaat itu ada dari syafaat Nabi. Di antaranya syafaat Nabi itu qabla dukhulin nar. Jadi sebelum masuk neraka itu juga bisa dapat syafaat Nabi. Adapun ada yang setelah masuk neraka, jadi ba'da dukhulin nar, setelah orang dipastikan masuk neraka, kemudian datanglah di situ syafaat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu juga ada syafaat dari orang-orang soleh, teman, keluarga, itu juga bisa ngasih syafaat. Dalilnya mana? Dalilnya itu al-akhillau yawma idzin ba'dhum aduhun ilal muttaqin, li ba'din aduhun ilal muttaqin. Jadi kerabat itu semuanya bakal jadi musuh. Ba'dhum li ba'din aduhun ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman itulah nanti yang bisa memberikan kita syafaat. Ayo, kurang lebih seperti itu. Jadi pilihlah teman-teman tuh yang baik. Yang kayak gimana yang baik? Lanjutan ayatnya ada menjelaskan al-muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan berserah diri. Adapun yang beriman kepada ayat-ayat kami itu cuma bukan beriman kepada Al-Quran, bukan,
Bukan gitu doang, tapi yang mengamalkan apa yang ada di Al-Quran. Di Al-Quran disuruh bersedekah, ya sedekah. Disuruh sholat, ya sholat. Seperti itu. Kemudian terutama untuk yang remaja-remaja, seperti yang dikatakan di Quran, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Jadi semua teman-teman tuh nanti bakal jadi musuh kecuali orang yang bertakwa, maka pilihlah teman yang baik. Temennya ngajak ninggalin sholat, ya tinggalkan. Ngajak tawuran apalagi, tinggalkan. Itu. Kemudian lanjutannya, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian semua dan keluarga kalian ke jannah. Kurang lebih itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengarkan pelajaran dari guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberikan kesehatan dan segala yang disampaikan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pak Samsul ditambahin. Allahumma alhamna bil Quran. Baca semua, baca. Allahumma dhakkirna minhu ma nasirna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah tuntas sudah dengan mengucap alhamdulillah. Saya selaku mengatur acara mudah-mudahan mungkin ada yang kurang berkenan. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru silakan, tuan rumah sudah menyiapkan santapan jasmani.